عن تمويل داعش. العميد الركن عبد المحسن فتحي جبار قائد الفرقة الثانية ضمن قاطع عمليات نينوى السابق. أنا كتبت الأسماء، وضح حسن زيدان يعني ابن حسن زيدان. نعم. وأحمد زيدان. نعم. أخو حسن زيدان. نعم. يعني الإرهابيين واحد ابنه وواحد أخوه. هذه حسب مذكرات القبض، هاي أنا ما جايبه. يعني وضح حسن زيدان زين وأحمد زيدان ذولا أخوته وولده. أكيد هي مذكرات قبض موجودة. هذا الملف اللي أنا دزيته للقضاء وتم تدوين إفادة الشهود اللي هي القوة المنفذة قضائيا. زين. ولكن أود أن أوضح مسألة معينة، أنه بتاريخ 2013 عندما كنت أنا نائب قائد الفرقة الثانية تم إلقاء القبض على شخص من قبل المقدم الركن عامر لازم عبود آمر الفوج الأول لواء 12. هذا كان مقر الفوج قاطعية تقع بها بناية يمكن رئاسة مجلس المحافظة. المهم. نعم. فعلى كل طلع من أحد الدوائر الرسمية شخص يحمل ظروف، هذا من شاف الأجهزة الأمنية هرب. ارتبك يعني؟ ارتبك وهرب. فبعد الارتباك والهروب دزينا عليه مقدم ركن عامر اتبعه لقى القبض عليه. الزمن. نعم. فوجئنا بأنه هذا الشخص هو كان ضابط في الجيش السابق، اسمه عادل دوبان سليمان. اسمه عادل دوبان سليمان. هذا أيضا تم التحقيق معه وإرساله إلى مديرية الاستخبارات العسكرية. هذا كان يحمل بريد كامل علما للجيش الحر. الجيش الحر هو تابع إلى تنظيمات حزب البعث، حتى تكون بالصورة يعني تكونهم بالصورة. هذا كان طالع من مبنى. نعم، مبنى مجلس المحافظة. نعم. فمقدم ركن مقدم ركن عامر لازم عبود آمر فوج بطل طبعا. زين. لقى القبض عليه. بعد ما جبناه لقينا أنه هذا الرجل هو حامل بريد ما بين كل ولايات نينوى اللي تخص الجيش الحر اللي هو تنظيم تابع إلى حزب البعث، وتم تسليمه إلى مديرية الاستخبارات بكافة الكتب. ولكن فوجئت حتى للأمانة حتى الربط ما بين موضوع النائب فلاح حسن زيدان وموضوع هذا اللي لقينا القبض عليه واللي يحمل بريد. فوجئنا بأنه من ضمن البريد يحمل كتاب شكر وتقدير. هذا مفاده أنه إلى القائمة ألف. اقرأ لي قسم من عندك. نعم. جمهورية العراق، رئاسة أركان الجيش العراقي الحر، الحسابات، العدد 71 13/1/2013 إلى القائمة ألف. نوجه شكرنا وتقديرنا وعرفنا إلى كل من القاضي أحمد إبراهيم رمضان السبعاوي والقاضي والنائب فلاح حسن زيدان اللي هي لتعاونهم مع قيادتنا وللروح الوطنية التي يتحلى كل منهما في حسم دعاوي مقاتلينا الذين يتم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الهالكي وزبانيته ومثمنين الدور الذي يقومان به في الدفاع عنهم من أجل عودتهم إلى صفوف جيشنا المناضل لدحر أوكار العملاء والخونة تبع المالكي وإيران ومن تعاون معهم من أجهزته القمعية، داعين الله أن يحفظهما ويمن عليهما بنصره المبين إنه سميع مجيب. هذا اللواء الركن رئيس أركان الجيش الحر وموقع بالأحمر، وأكو ختم نسخ منطي نسخ ككتاب رسمي منطي نسخ إلى كل. طنيا خليني أشوفها. هاي الصدفة قادت اللزم هذا. نعم. يعني هذا السيد هم الآن مقدمين شكر لمعالي السيد وزير الزراعة الحالي لتعاونه هو والسيد القاضي. بيا تاريخ دزيتها مال معالي السيد وزير الزراعة وين؟ هاي الأوراق إلى الاستخبارات. وهذا عادل إلى الاستخبارات تم إرساله بتاريخ 21/1/2013 في زمن فريق علي الفريج. 2013. نعم. البرلمان ما رفع الحصانة عن السيد النائب؟ لا، بعد ما جانا جواب من البرلمان، لأنه مجلس القضاء هو كاتب إلى رئاسة محكمة استئناف نينوى للاتحادية الشؤون الإدارية أنه رفض، أنه طلب أنه شو وقت ترفع الحصانة البرلمانية من النائب. زين، أنت ورا ما مشت هذه معالي السيد محمد تميم ما خابرته؟ لا، مو قلت لك، أنا قلت لك أنه اتصل بي وبيني وبينه وقلت له أنتم تمثلون القانون، لأنه أنت معالي وزير واللي النائب أيضا يمثل الشعب وهو اللي سن القانون، فكيف تقبلون على هذه؟ زين، عندي سؤال قبل لا أختم الحلقة هذه ونكمل بقية محور التمويل. نعم. زين، هذا بالتحقيق ما قلتوا ليش عندك كنت بالمحافظة
يعني مستلم البريد من المحافظة وطالع. هو حسب ما اتذكر يا استاذ نجم بانه اكو تحقيق كامل موجود تم ارساله الى الاستخبارات. انا ما يحضرني الحقيقه لانه تعرف انت فتره زمن وما اتذكر يعني. حتى لو ما يحضرك وانت هم مرات تلفت نظري. لا مو يعني هذا من الاسئله البديهيه انه انت يا كنت بالمحافظه بمن كنت ملتقي بالمحافظه اكيد يعني ويا من قاعد. اقول لك زين هذا البريد الملف ماله كامل حول الى مديريه الاستخبارات العسكريه. احنا نطالب بهذا الملف يعني او اللقاء بهذا الشخص، وايضا نريد نتاكد انه هذا موجود. لو الولد دفعوا له فلوس وطلعوه، لانه هذول هم اللي يدلونا على الخيانه بالموصل وين. مسالته هيك اسئله. لا مو شو المساله؟ شلون مسالنا استاذ نجم؟ شلون مسالنا؟ لا موجود تحقيق كامل استاذ نجم، موجود تحقيق كامل بهذا الامر وتم ارساله الى مديريه الاستخبارات. لحد هنا قياده الفرقه الثانيه اخلت مسؤوليتها. لحد هنا اخلت مسؤوليته، لانه القضيه تخص نائب، انت تجيني تسالني نائب، ليش ما المحكمه ترفع الحصانه عن النائب حتى يتم القاء القبض عليه ويعامله. لا يعني هسه هذه قضيه اذا المحكمه خلص هذه قياده الفرقه. واذا السيد رئيس مجلس القضاء ايضا الان يسمع الان اكو نائب يؤوي ارهابيين يروح له. اخي العزيز اخي العزيز فيما يخص الجيش فيما يخص السيد اسامه النجيفي هو كان رئيس مجلس النواب في وقتها. اخي العزيز يعني انتظام حسن زيدان المن. اخي العزيز فيما يخص قياده الفرقه الثانيه اتخذت الاجراءات كامله فيما يخص الملف هذا، رفعته ودزته الى القضاء بعد انه خارج القضاء، بعد هاي مو صلاحيه قضاء الفرقه الثانيه. يجي من يجي اكيد لو جاينا اشعار بانه القاء القبض كان نفذنا القاء القبض. ما عنده اعترافات اخرى اجتكم من الاستخبارات رجعوا لكم اياها يعني على لسان عادل؟ والله ما اتذكر يعني ما اتذكر. ما تم استدعائك للاستخبارات؟ لا مو قلت لك انا كنت اشغل نائب قائد الفرقه في وقت اللي كان القى القبض على عادل دوبان.